لأن هذا الشهر الذي عظمه الله هو شهر مجاهدة النفس وتزكيتها، لا يجب أن يكون فرصة للاحتكار والترفيع في الأسعار. وهذه مناسبة اليوم وفي هذه الليلة المباركة لدعوة التونسيين والتونسيات إلى التخفيض في الأسعار ومقاطعة كل من يسعى إلى المضاربة والاحتكار، وليأخذ كل من هو قادر بيد المحتاج. نستقبل هذا الشهر المعظم الذي أنزل فيه المولى سبحانه وتعالى القرآن الكريم، داعين الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، ومبتهلين إلى العلي القدير أن ينصر إخواننا في فلسطين وينصرنا وينصرهم على الصهاينة الغاصبين حتى تحرير كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.